مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في نشرة الأخبار هذه، وهذا أبرز عنوانها. قبل ما تشري زيت العود تفرج في هذا الفيديو. تحذير عاجل هام وخطير للمغاربة جميعا بخصوص هذا المنتوج الذي لا يمكن الاستغناء عنه من طرفنا نحن المغاربة، زيت الزيتون أو ما نسميه بالدارجة المغربية زيت العود. تحذير خطير وعاجل، إليكم التفاصيل. قبل قليل مهنيون كيكشفوا طرق الغش في زيت الزيتون وكيحذروا المواطنين بشدة من تلاعب بهم في ظل غلاء الأسعار، وهذا الشيء اللي كيديروه الشناقة والناس اللي ما كيخافوش الله، حيث انطلق منذ أسابيع موسم جني وعصر الزيتون في عدد من مناطق المملكة، في الوقت الذي وقعت فيه أسعار هذا المنتوج على ارتفاع صاروخي حسب شهادات مجموعة من المواطنين وكذا المهنيين. ووفقا لما أورده أحد المسؤولين عن الجودة والسلامة بإحدى معاصر زيت الزيتون بالمغرب، فإن ندرة التساقطات المطرية بعدة مناطق بالمملكة تسببت في قلة الإنتاج، مشيرا إلى أن ثمن الزيتون يتراوح بين 10 إلى 12 درهما للكيلوغرام الواحد في القنطار، فيما يتراوح سعر زيت الزيتون في هذه السنة بين 80 و 90 درهما للتر الواحد، بل ببعض المدن المغربية أكثر من 100 درهم. وباعتبار أن ارتفاع الأسعار كيساهم عادة في انتشار ممارسات الغش والتدليس في زيت الزيتون، فقد أوضح المتحدث أنه يتم الغش في الزيت البلدية بعدة طرق، منها خلط زيت الزيتون بزيت المائدة مع إضافة مواد كيميائية على شكل أقراص لتغيير الرائحة والطعم. من جهتها أفادت مسؤولة أخرى عن التصنيع والجودة بإحدى المعاصر بأن بعض الغشاشين يعمدون إلى مزج زيت الزيتون الجديدة بأخرى قديمة ذات جودة رديئة جدا، فيما يعمد البعض إلى طحن أوراق الزيتون وخلطها مع زيت المائدة. وتبعا لذلك دعت ذات المتحدثة المواطنين إلى اقتناء زيت الزيتون التي تستوفي معايير الجودة ويتم إنتاجها وتعبئتها في الوحدات المرخصة من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، مع ضرورة التأكد من توفر المنتج على جميع المعلومات الإلزامية التي تهم مدة الصلاحية واسم وعنوان المنتج ورقم الترخيص الصحي. وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات صدرت قرار كيقضي بمنع تصدير الزيتون وزيت الزيتون إلى الخارج إلا بترخيص إلى غاية 31 دجنبر 2024. وكتفيد الوزارة في بلاغ لها بأن تصدير الزيتون في حالة الطازجة أو مبردة والزيتون المعالج وزيت زيتون وزيت تفل الزيتون سيخضع للترخيص وفقا لأحكام المادة 1 من القانون 1389 المتعلق بالتجارة الخارجية، وذلك بهدف تعزيز قيمة الإنتاج الوطني محليا وضمان التموين العادي والمنتظم للسوق.